في حاجة أساسية لازم نحطها قدام عينينا. زمان من حوالي 30-40 سنة كان نجاح الفيلم مش بالأرقام اللي بيحققها، كان نجاح الفيلم بصموده في دور العرض كام أسبوع. فيلم زي أبي فوق الشجرة أو خلي بالك من زوزو قعد 53 أسبوع في السينما، يعني سنة كاملة. كانت ساعتها التذكرة ب 25 قرش ب 30 قرش ب 40 قرش. لو جيت ان انا اشوف بمقاييس هذه الايام اللي احنا عايشين فيها كنا شفنا ارقام مختلفة. في الوقت الحالي نجاح الفيلم بإيراداته، ولكن التذكرة بكام؟ يعني انا لما بقول فيلم حقق 100 مليون جنيه بس باجي اقسم على عدد التذاكر اشوف التذكرة ب 150 جنيه، يبقى كام واحد حضروا؟ 10,000 50,000 100,000. في سبيل ان لما كنت بعمله 30-40 اسبوع كان بيحضروا 5 مليون واحد. الفارق في الزمن الحالي ان احنا التذكرة غليت وغليت بشكل كبير جدا جدا، فما اقدرش اقول ان هو حقق ارقام ما كانتش بتتحقق قبل كده في الفلوس بتاعت التذاكر، لكن مش في عدد المشاهدين، تختلف كبير. يعتبر نجاح بالمقاييس الحالية ان فيلم في العيد حقق فوق ال 100 مليون. بالنسبة للأرقام اللي بيقولها تركي آل الشيخ، حضرتك شايف ان ممكن الفيلم يغطي ايراداته؟ عشان الفيلم ده تحديدا يغطي ايراداته، يعني احنا لما بنتكلم في 12 مليون دولار يعني داخلين في حوالي 600-700 مليون جنيه. عشان يغطي ايراداته يبقى لازم يعدي المليار. عشان يعدي المليار مش في اسبوعين 3، ممكن على مدار السنه والاماكن اللي هيتباع ليها اوكي، لكن في الوقت الحالي ان هو يغطي تكاليفه حاليا اعتقد ان هي صعبه جدا.